كنتمنىكم الخوت كيف ما كتعرفوا القناه ديالي كنبارطاجي وكنشارك اي حاجه ليا فعلا اللي كتخص المواطن المغربي. نقدر اول مره غادي نقولها لكم، حاولوا ما يمكن انكم تشاركوا هذا الفيديو، بارطاجيوه مع العائله ديالكم، حيت الشر خطير بزاف. فضيحه ديال كيكو كاين بزاف ديال التفاصيل خصكم انكم تعرفوهم. وبالفعل كيف ما بزاف ديال الناس ما كيردوش للابناء ديالهم، ما كيردوش البال للابناء ديالهم، كيف ما الفضيحه هذه ديال كيكو اللي اهتز لها الراي العام وتشوف بان القضيه هذه راه مهمه. خلات الناس ديال المنطقه، خلات الناس ديالو هذيك المنطقه انهم يتساءلوا علاش هادشي كامل، علاش هاد الناس هادو غادي يتورطوا في حاله الجرائم. غادي نسميها جريمه حيت كيف ما كتعرفوا بان 14 تلميذه وحنا دائما كنناقشوها، 14 تلميذه غادي يتم الاعتداء عليهم. والخطير في الامر ان سمعنا بانه كلهن حوامل. هذا هو الخطير في الامر. قلت لكم الخوت في واحد الفيديو شنو هو المصير ديالهم. يعني تصور معنا الابنه ديالك عندها تقرا في هذه المدرسه هذه في الليسي او في الكوليج، وغادي يتم الاستغلال ديالهم من طرف داركي من مول الفيرما. كاين اللي كيقول بان الناس هادو باقي ما تمش اعتقال ديالهم، ولكن اللي كيهمنا هما هادو اللي كيقولوا بانهم حوامل. يعني تصور معايا الوالدين ديال هاد الاطفال قدروا يكونوا اطفال، قدروا يكونوا قاصرين او لا بالعقل ديالهم، ولكن كيهم كيفاش كيتم الاستغلال ديالهم، واش بالمال ولا بواحد الطريقه اللي اخرى اولا بواحد الطريقه اخرى. دائما كنقول لكم الخوت بان اي بنت بعد ما كيلاحظ عليها شي واحد بان كتلبس مزيان، يعني كيتسائل منين كيجيوها الفلوس، منين كيجيوها الفلوس، منين كتدبر عليهم، خصوصا اذا كانوا الوالدين ديالهم ما فحالهمش. هادشي ربما كيف ما قريت في واحد التعليق ديال واحد الشخص اللي كيقول بانه ربما واحد من العائله او الاب ديال شي تلميذه هو اللي رد البال وبقى كيبحث حتى لقى واحد الفضيحه اللي هي كبيره، ماشي من خلال اللسان ديالي الخوت، وانما الشيء اللي كنقرا في التعليقات. اذا الخوت كيف ما كتعرفوا بان القضيه هذه يعني من سبب المستحيل انه ما غاديش يكون وسيط ولا وسيطه. كاين اللي كيقول وسيطه، يعني الخطوره ديال الامر مادام الخوت انكم نتوما عندكم الابناء ديالكم. مره اخرى هذا الفيديو هذا مهم، حاول ما امكن انكم تشاركوه مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم، حيت باش تعم الفائده. بحال هاد الفيديوهات هادو خصهم يتبارطاجيو باش ان شاء الله نفهموا هاد القصه هادي وهاد الجريمه اللي غادي نسميها جريمه بحق 14 تلميذه. وبالمناسبه كاين اللي كيتشفى، كاين اللي كيقول بان هاد البنات هادو كيستاهلوا، شداهم انهم يمشيو عند الفلاح اولا داركي. يعني بزاف ديال الناس ما عارفينش القصه ديال هاد الحدث اللي غنسميه حدث درجه كبيره بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي. 14 تلميذه، يعني كيف ما كتعرفوا بان كاين واحد البحث اللي هو كبير بخصوص هذه القضيه اللي طبيعه الحال ما غاديش نستهانوا بها. بالمناسبه هنا الخوت فين غادي نطرحوا مره اخرى واحد علامه استفهام، واش بالفعل الاب هو اللي اكتشف هذه الجريمه؟ يعني تصور مع انه واحد الشخص الاب انه غادي يكتشف على بنته بان فعلا عندها فلوس زايدين، او لا مثلا كتعطل من واحد البلاصه، واش ربما هو اللي ساق الخبار، او لا شي بنت هي اللي حاولت ما امكن ان تفضح هذه القضيه، حاولت ما امكن ان تفضح الشيء اللي كاين في هذيك المؤسسه. يعني دائما غادي نقولوا بان حنا ما كنجمعوش الناس كاملين، وانما الفضيحه اللي كتخلينا مره اخرى والراي العام انه يعرف حقائق اللي خطيره بزاف. 14 تلميذه ماشي سهله، كاين اللي حامله لحد الان وانا كناقش هذا الفيديو كاين واحد البحث هو كبير بزاف. يعني القضيه ماشي سهله، حيت بزاف ديال الناس سواء هنا في المغرب ولا خارج ارض المغرب كيقولوا بغينا نعرفوا الحقيقه، واش فعلا تم اعتقال ديال الناس اللي هما وساطه، واش امراه ولا راجل. لحد الان الناس كيطرحوا الاستفهام. اللي بغيت نقول لكم الخوت بان هذه القضيه هذه مره اخرى ما غاديش تستهانوا بها. يعني التليفون كيلعب واحد الدور كبير بزاف. هاد البنات هادو كيفاش تعرفوا على الفلاح اولا دراكي؟ لحد الان الناس ما بغاوش يعرفوا بان القضيه هذه راه صحيحه
ولا الخبر هذا راه 100% صحيح، ماشي الخوت كنكذبوا عليكم. ثم كتشوفوا الاخوان الاخرين كيناقشوا هذا الموضوع، داعيه ان نزودوا عليكم ولا نقصوا عليكم. اذا 14 تلميذه، الا سكتنا على هذا الموضوع هذا، انت او لا انت اللي غادي تسمع هذا الفيديو هذا، ما بغيناش انه يجي الدور ديال شي واحد، بغينا اي واحد كيستغل القاصر. لحد الان حنا كنطرحوا لهم الاستفهام، واش هاد الناس هادو اللي مشاو مع درك وفلاح بعقلهم، واش غادي نقولوا قاصر 14 قاصر؟ لحد الان انا شخصيا الخوت كنطرح على الاستفهام على راسي، واش غادي نلوموهم ولا غادي نلومو فلاح ودرك؟ لحد الان كاين واحد التحقيق اللي هو كبير، والقضيه دايره ضجه كبيره بزاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الساكنه اللي كاينين تما في كيكو كيقولوا ستوب،